일각이는 귀요미, 일각이는 귀요미, 삼각이 다음은 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان وبالصورة المصغرة، يعني مثل ما شفتوا الفكرة عموما رح يكون فكرة الفيديو هي أسئلة المتابعين بمناسبة وصولي 600، مع انه انا هلا اصلا قربت اوصل ل 1000 يعني او 800. والله انا بتعرفوا انا متوترة اصلا عشان عم بحكي من المايك، يعني عم سجل تسجيل عشان انا بالعادة بصور الفيديو، ما صور الفيديو بسجل، بس هلا عم سجل تسجيل فعشان هيك متوترة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ونوصل 1000 بأسرع وقت. وانا عن جد متوترة ما بعرف ليش. فالمهم ما نطول عليكم، يلا نبدأ. اوكي يا جايز، طبعا اول سؤال من رفيقتي لين اللي هو السؤال على الشاشة، بس هي عم تستخدم حساب ابوها. السؤال بيقول شو اسم المسلسل المفضل عندك اللي لسه طالعين اول وحده؟ اوكي، المسلسل المفضل عندي هو اسمه اسكندر العاصف، وحرفيا المسلسل كتير حلو، خيال وغموض، وصراحة عن جد اسطوري سفاح، ونفسي خلصه قبل الدراسة وهو كتير طويل 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 يعني، فكتير حلو وطالعين اول وحده. عشان طلعتك اول وحده ومبروك، الله يبارك فيكي. ويلا بينا على السؤال الثاني. اوكي يا جماعة، السؤال الثاني من رفيقتي ديما. ألف مبروك، الله يبارك فيكي. هذا الإيموجي مع ديمو مصيبة رح تصير. أوكي، أول سؤال، استغفر الله، أنت قرأتي حبيبتي ولا بس قرأتي أسئلة جيتي تاخذي حقك مني؟ أنا حبيبتي ما حدا ضربك على إيدك قال لك روح اكتبي أسئلة محرجة، حدا ضربها على إيدها؟ لا. فهي جاي كاتبت لي سؤالين محرجين. ليش انا قلت ما حجاوب عليهم، بس حجاوب على اول سؤال انه قصير. السؤال الثاني حتلاقي اجابته بالفيديو اسئله المتابعين المحرجه، بدك تعرف الاجابه بتروحوا عليه. لا نبدا. اول سؤال لا حول ولا قوه الا بالله. لا موقف محرج. قلت لك بتلاقي الاجابه بفيديو اسئله المتابعين. 3 مين اكثر حدا ممكن توثقي فيه؟ ما بعرف يعني. شوفوا هلا على اصدقاء يعني من يوتيوب، يعني اللي بوثق فيهم اكثر شيء بوثق فيهم، طبعا من دون زعل ان هنا عن جد ديما ونسرين، هدول اكثر 2 من يوتيوب بوثق فيهم. اما مثلا بالحياة الدنيا العادية بوثق بامي. يعني اسمعوا ويت اسمعوا قبل ما تقولوا لي انه وات، يعني شلون كل الامهات البير تبعهم اللي بيسرب. اسمعوا، انا الحمد لله يعني امي يعني ما كتير هذا، يعني هيك بتسرب الاشياء اللي لا خلاص مش لازم تنقال، يعني بس الاشياء العادية اوكي يعني. الله يعينكم كلكم ويعيننا وخلاص بقى. ويلا على السؤال اللي بعده نشوف استاذة ديما. رابع سؤال، شو حلمك تصيري لما تكبري؟ صراحة حلمي اصير دكتورة اسنان. ليش ما بعرف هيك، انا هذا الحلم من انا صغيرة بدي اياه. خامس شي، من رفيقتك بالدنيا؟ يعني رفيقتي بالحقيقة في عندي 2 لين ولما، اكتر 2 بحبهم يعني بالحقيقة، يعني مو بالقناة هيك قصدي، اوكي عشان ما تفهموني غلط. 6 كم حلمك توصلي الى ما لا نهائي؟ يعني عن جد بضل زيد، ما عندي عدد محدد، وبس طلعيني احبك بالزاف، وانا بحبك اكتر يا عمري، يعني بالزاف اللي ما بيعرف بالزاف يعني اكتر بالجزائري. ويلا السؤال الجاي. اوكي، والسؤال هلا من مصيبتي ريم. مبروك على 600، يعني هي قصدها مكيت 600 هيك، حاسه حيصير مشهوره. اوكي الله يبارك فيكي. من شجعك تفتح القناه؟ الصراحه انا شجعت حالي، يعني انه اول شي اهلي ما كانوا موافقين، بس اخر شي قناعتهم والحمد لله وافقوا. تحسي افاتار وورد هي لعبتك المفضله؟ صراحه بحس انه انا اصلا ما بحب كتير العاب، يعني حتى لو بلوكس ما بلعبها كتير، فبحس يعني لا عادي انه اصلا ما بفتحها غير لما بدي اصور او بدي اعمل بيوت او هيك يعني. اما العبها لحالي من دون تصوير لا. صف كام؟ ناجحه على 7. شكرا انا مصيبت على السؤال وبس. يلا السؤال الجاي. اوكي يا جماعه، وهذا السؤال من نسرين. الف مبروك، الله يبارك فيكي. اسئله كالتالي. أكلة تكرهيها؟ ما بحب الأكلات اللي فيها بتنجان، يعني اللي بكون طبعا يعني الأكل يعني ما شاء الله كله طيب وكله ناعمة، بس الأكلات اللي فيها بتنجان ما كتير بتقبلها، يعني البتنجان المقلي أو هيك المشوي هذا بس. أما البتنجان اليالنجي باكله وبطير العقل. ثاني سؤال، إشي تكرهيها أو أشياء تكرهيها؟ يعني مثل شو؟ اوكي، بكره شي مثلا لما انا يكون مكتب لإلي خاص فيني اخواتي يجوا يلعبوا فيه، واليوم صارت كل يوم بتصير.
ما هو حلمك؟ عم قولكم بدي أصير دكتورة ومشهورة. 4 موقف محرج جدا. يا جماعة خلاص. بس يعني المهم محرج جدا، يعني روحوا على أسئلة المتابعين المحرجة وبتشوفي. وباي، يلا السؤال الجاي. اوكي يا جايز، هي الأسئلة من يوني وحرفيا بتفطس ضحك، فخلاص حاجة ضحك ويلا نبدأ بالأسئلة. اوكي يلا نبدأ. أول سؤال، يعني قبل أول شي، قبل أسئلة الفضائية، مبروك يا روحي، الله يبارك فيكي. 1. ليش بتحبي متابعينك؟ انكم انتو يعني اللي ساعدتوني حتى اوصل لهون، فيعني وكتير بحبكم الصراحة. تاني شي، ليش انتي قمر؟ خجلتيني والله، خجلتيني عن جد خجلتيني، يعني ميرسي من ذوقك. تالت شي، كيف نغسل ايدينا؟ استغفر الله واتوب اليه. تصدقين انه انا كمان ما بعرف؟ استني هلا بعد ما اخلص الفيديو ابحث على يوتيوب ورح نزل لك الخبر، ما تخافي. استغفر الله بس واتوب اليه. كيف ما بنعرف؟ خلاص يا جماعة، بكفي زناخة ويلا نكمل. 4. كيف نشرب الماء؟ استني، هداك اليوم بحثت. بنروح بنجيب كوباية من المطبخ، بعدين بنعبيها بالمي، بكلور المي او بالقنينة تبع المي، وبعدين بنشرب هيك كأنه يعني. 5 سؤال، كيف نخلي الأستاذة تعصب منا؟ ما نعمل الواجب، نشاغب بالفصل، ونقعد نحكي مع زمايلنا، وناكل بالفصل. هاد أكتر شي حخليها تعصب وعلى ضمانتي. انت اعملي هيك وقولي لي لو عصبت او لا. اكيد رح تعصب. وشكرا يا قوت. ويلا نروح على السؤال الثاني، وهداك السؤال مجنون لدرجة مش طبيعية. اوكي، هذا السؤال من الجعفورة بيلا. اولا، 1000 مبروك على 600، الله يبارك فيكي. ثانيا، مين هو اكثر واحد تثق فيه؟ قلته يعني، بس مثل ما عم لكم ماما احيانا بقلها، او يعني رفقاتي، يعني رفقاتي هيك اكثر شي، يعني رفقاتي. ثالثا، هل يوجد شخص مشارك لا يعني شو قصدك بيلا؟ لا اكيد يا. رابعا، اسمك جعفر مش رهف، حاضر. خامسا، ليش انت كيوت؟ حبيبتي، بس كيف زبطت جعفر بكيوت الله اعلم. سادسا، كيف تعبري يا شخص عن حبك له؟ بعامله بطريقة حلوة او بصير يعني كتير بحكي وهيك وبس. سلام. لو كان مواقف محرجة كنت راح اورجيك نجوم السما، بس يا طفرت افكار. منيح انه طفرتي. ويلا السؤال الجاي. اوكي، هذا السؤال من لينا لميس. اول سؤال، مين اللي شجعك تفتح القناة؟ عم قولكم يعني انا اول شي كان بدي افتح، وكنت كتير هيك شوف هيك اشياء، فعشان هيك كان بدي افتح. وقلت لاهلي، واهلي اول شي ما كانوا موافقين، يعني ليش يعني، بعدين وافقوا. هل عندك اصدقاء في عمان؟ قبل ما نسافر على مصر كان عندي، ولهلا يعني في بنتين، وكمان في هون رفقات من انا وصغيرة سوريين وهيك. هل كنت عايشة في مصر؟ ولو كنت عايشة ليش تركتيها؟ انا كنت عايشة بمصر، بس اخر شي انه احنا سافرنا وكان بابا بعمان، فعشان هيك يعني لا هو قدر يروح على مصر، فاخر شي اننا احنا بنرجع على عمان، فهذا هو السبب. عندك اخت بنت؟ عندي اخت بنت اصغر مني، انا اكبر وحدة. وعندك كم اخت واخ؟ عندي اخت واخ، يعني اخ عمره 5 سنين، واخت عمرها 7 سنين، انا الكبيرة. اوكي يا جماعة، وهذا السؤال من ما مكتوب الاسم. اوكي نبدأ. نسيتين والله، اسفة الصراحة، اكيد ما حط منشن ل 700 شخص 600 شخص. الاسئلة، شو هدفك بالقناة؟ هدفي انه القناة تكبر وتصير مشهورة هيك، يعني لما تكبري ايش رح تصيري؟ ان شاء الله دكتورة اسنان. انتي كم معدلك؟ ماني متذكرة كتير يا، بس ناجحة الحمد لله. انت صغيرة في العائلة؟ يعني قصدك لا انا الكبيرة بالبيت. لديك اخت؟ يب لدي. احبك كثير يا هوف، وانا بحبك اكتر. اوكي يا جماعة، وهذا السؤال من دانيا. اسئلتي هون، بتحبيني؟ اكيد طبعا. مين تشجعين، برشلونة او ريال مدريد؟ ريال مدريد بس، والباقي ياكل خس. عندك اخ او اخت؟ عندي الاثنين، اخ واخت، بس بحبك رهوفة، وانا كمان بحبك. اوكي، وهذا السؤال من اسراء. مبروك، الله يبارك فيك. زائد انا صايمة وما خلق اكتب، فادخلي بنترست بسرعة. يا لك يا اسراء، انتو فضاي. اوكي انتهى السؤال الجاي. اوكي يا جماعة، وهذا السؤال الجاي. بصراحة ما عارفة اقرأ الاسم والله. مبروك على 600 مشترك، الله يبارك فيكي. 1. اكثر مادة تحبيها وليش؟ الصراحة الانجليزي مثلا، بحس هيك مادة حلوة. 2. هل رح تطلعي وجهك بالمستقبل؟ اتوقع لا. 3. هل رح تستمري؟ ان شاء الله ايه. 4. شو بتحبي تصيري لما تكبري؟ عم قولكم بدي اصير دكتورة اسنان، وهذه يعني من انا صغيرة هيك بدي اصير وبس.
احبك مرة متابعتك من لبنان. اهلا بجارتي، والله بين سوريا ولبنان يعني حد بعض. ويلا السؤال الجاي يا جماعة، وهذا السؤال من جوري. اول شي مبروك على 600 عقبال 700. شكرا، الله يبارك فيك. الردود انا والردود قصة حب لا تنتهي. واحد، كم عمرك؟ عمري 12 سنة. اثنين، من اي بلد انتي؟ انا من سوريا. ثلاثة، شو اسمك الحقيقي؟ رهف. رهف. 4، متى بدأت يوتيوب؟ بدأت أول فيديو نزلته كان عام 14/1/2025، وفتحت القناة بتاريخ 13/1/2025. كيف كانت ردة فعلك على أول تعليق إيجابي؟ كنت كتير فرحانة وأحتر من الفرحة. مين دعمك في البداية؟ رفقاتي، أهلي، هيك. 8، شو هو حلمك الكبير في اليوتيوب؟ انه اصير مشهورة ويصير عندي كتير ناس بتحبني هيك. و لو ما كنت يوتيوبر شو كنت حابب او حابة تكوني؟ هاد لإلكم يعني. انا عن رأيي مثل ما قلت لكم دكتورة. 10، شو اكتر شي بتحبيه في متابعينك؟ انكم كيوت كتير وبتدعموني، هذا الشي. ويلا السؤال الجاي، وهذا السؤال من رينات. شو الحيوان المفضل عندك؟ القطة. بأي صف نجحت على 7؟ زائد بحبك كتير وانا بحبك اكتر. اوكي، وهذا السؤال اللي قبل الاخير، كم عمرك؟ مثل ما قلت عمري 12 سنة. الآن آخر سؤال معنا. أوكي، السؤال هذا من وردة أو ورود، وردة كما أتوقع يعني. سوري وردة. ليش بتقولي لح بدل رح؟ احنا بسوريا يمكن منطقة بتختلف، يعني احنا بنقول تنتين، لح ورح. هي كانت نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. واذا عجبكم ما تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونوصل 1000 بأسرع وقت. وبس، باي حلوين.